كمثال عن الفروق بين الحكومات الغربية والحكومات الشرقية خاصة في الشرق الأوسط مثلا. راح أعطي مثال بسيط من هالحديقة هاي، مثال بسيط. هون ألمانيا طبعا، إحدى المدن الصغيرة جدا. من عدة سنوات هون كان في 3 بنايات كبيرة، هون 3 بنايات كبيرة. قامت البلدية بهدم هالبنايات، تسويتها بالأرض، وعملت حديقة كبيرة فيها ألعاب للأطفال. الحديقة مليانة أشجار وورود، وفي أماكن للعب. مثلا هون واحد بشكل جميل وأنيق عاملينه. تحت في طرق، كما طرق كمان من ضمن الحديقة. تحت كمان في ألعاب للأولاد، رمل ومي مشان يلعبوا فيها. في نهر صغير كمان بيمر بالحديقة، مساحتها كتير كبيرة، فقط مشان الأولاد وعائلاتهم، شباب وبنات كمان، متنفس يعني بيجوا على الحديقة هون. في هون ألعاب كمان. يعني مجرد مقارنة بسيطة، مجرد مقارنة بسيطة. يعني عاملين كل شيء بشكل دقيق وبشكل جميل وأنيق، أنيق جدا. عنا هنيك الشرق الأوسط الحكومات عم تسرق شعوبها، سرقة، عم تسرق لقمة الأكل من تمهم. بالرغم من وجود البترول في دول عديدة، فالناس بالصيف عم تعاني من الحر، وبالشتاء عم تعاني من البرد، لأنه الوقود يعني أسعاره كمان صايرة بما لا يتناسب مع كثافة وكمية البترول الموجود. تفضلوا، تفضلوا شوفوا السرقات اللي بيسرقوها هون. هون بشكل أنيق وراقي عاملين كل شيء. وهالحديقة طبعا متكلفة عليهم كتير كتير تسويتها. شوفوا، لأنه هي كانت يعني عبارة عن مرتفع هيك بيطلع لفوق. ها، بيطلع لفوق. أما بدول الشرق الأوسط الشعوب دائما تعاني من العوز للأسف، مع أنها تستحق العيش الكريم، تستحق الحياة. طبعا بالرغم من رتابة الحياة في الدول الأوروبية، بالرغم من العمل الشاق، بالرغم من دائما الشعوب في أوروبا بتعاني من ضيق الوقت. وللأمانة يعني الروح الموجودة بالشرق الأوسط مو موجودة بأوروبا أبدا. ولكن عندهم النظام نظام والقانون قانون، يشتغلوا كل شيء نظامي، كل شيء قانوني. اليوم مثلا الأعشاب هاي كانت طويلة، الصبح بكير شفتهم عم يقصوا العشب. يعني هاي مجرد مثال بسيط عن عمل الحكومات الغربية وحكومات الشرق الأوسط وقياداتها المتمسكة بالكرسي، اللي هن بيظنوا إنه ما راح يموتوا وما راح ينقبروا. هيك بيفكروا إنه خلاص ما في موت، لهيك بيسرقوا كل شيء. بيكون ملك الشعوب. هاي هي مجرد حديقة، مجرد حديقة. عنا مثلا منطقة الدرباسية، ضيعتي كانت تبعد عن الطريق العام 200 متر فقط، 200 متر. الأرض كانت ترابية.
طبعًا جمّعت تواقيع أهل القرية، ورفعت في زمن الهارب بشار الأسد، ورفعت الطلب للمحافظة، وبالرغم من أحد الزملاء المحامين كان من الحزب الشيوعي أعتقد، قال: "يا أخي جمعوا التواقيع واعطوني إياها أنا باخذها للمحافظة." 200 متر مو زفت، مو زفت يسموها زفت، لا، لا، لا مو زفت، يعني قوقير متل ما بنحكيها بالكردي، لأ 200 متر بقايا كنا نسميها بقايا، بقايا ما جابوا البقايا وما صلحوا هالطريق الترابي يلّي كنا عم نعاني منه كتير، كتير، بالشتي طبعًا خاصةً بالشتي. ف200 متر وهن كانوا سارقين عيلة الأسد والحكومة اللي معهم، سارقين بترولنا، سارقين النفط، سارقين الغاز، سارقين كل شي، بيشتروا الحنطة والشعير والعدس والقطن برخص المصاري من الناس، وكل شي كانت لجيوبهم، وبعض الخدمات البسيطة، بعض الخدمات البسيطة. هذا هو الواقع، وهذا كان الواقع، وهذا لساته الواقع، وصاير أسوأ هلّأ من زمن الهارب بشار الأسد. طبعًا الوضع حالي لسه أسوأ من زمن الدكتاتور الهارب بشار، للأسف، في عموم سوريا طبعًا.